أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا ولقاء يتجدد برنامجنا أوبرا القاهرة. أحبائنا المشاهدين، ومن خلال المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية والمهرجان الصيفي، تعالوا مع بعض نستمتع النهاردة مع فرقة شريف منير. من المملكة العربية السعودية بيسعدنا يكون معنا أسامة وترك أبو نواف. أهلا بكم معنا، منورين مصر. منورة بحالها، الجميلين الراقين المحترمين. قولي بقى، أنتوا بتحبوا تيجوا مصر كتير؟ والله الزيارة الأولى لي. أولى؟ إيه اللي أنت جاي تتفرج عليه في مصر أو تشوفه في مصر؟ من كل شيء وجميل. زي إيه يعني؟ قولي، يعني قالوا لك هتشوف إيه وإيه؟ يعني قولي برنامج الزيارة بتاعتك. الأهرامات، المتحف الجديد، كل شيء. نيل، الأوبرا النهاردة. طب قولي بقى، يعني في أول زيارة انطباعك الأول عن مصر إيه؟ وممتاز الصدق. استمتعت؟ أنت بقالك كام يوم في مصر؟ اليوم الأول تعال. النهارده اليوم الأول كمان. أهلا بيك، منور الدنيا كلها ومصر نورت بيكو. قولي يا أسامة، أول مرة تيجي مصر برضو؟ لا طبعا، كل صيفية بصيف بمصر. إيه اللي بيعجبك في مصر؟ أكتر حاجة بتعجبك في مصر إيه؟ مصر أرض الثقافات، أرض الحضارة، أرض الفن، أرض الموسيقى. مصر أم الدنيا. أكتر حاجة بتعجبك بقى، أكتر مكان يعني أنت قلت لترك لازم أخدك أوديك، إيه؟ أكثر مكان الأوبرا. الأوبرا، ليه؟ دي مش أول مرة أجي، أنا كل صيفية ممكن أجي أقضي لي أبو 10-15 يوم أحضر لي فيها حفلتين، فقلت له يقرب يعيش الجو اليوم. إيه رأيك بقى في جو دار الأوبرا المصرية؟ فائق الخيال، رائع جدا. الحقيقة والأغاني كمان المقدمة، والنهاردة كمان احنا على المسرح المكشوف، يعني كمان المسرح الكبير بيقدم حفلات كبيرة أكبر من كده بكتير، لكن احنا عشان مهرجان الشباب، احنا دلوقتي طبعا في فصل الصيف ومهرجان الشباب، وكل يوم هتلاقوا المسرح المكشوف بيقدم لكم أجمل الأغاني من خلال دار الأوبرا المصرية. ما بشكركم والله، شكرا. طبعا انا بتمنى لك يعني رحله سعيده وموفقه وتستمتع فيها بكل شبر، وما تكونش الرحله الاخيره. احنا هنستناك كل سنه عشان تستمتع معانا على ارض مصر. هتروحوا فين تاني غير القاهره؟ أنا سبق أني رحت الغردقة، رحت الساحل، رحت شرم. هتاخد معاك ترك لفين؟ هتوديه ايه؟ تختار له ايه من الحاجات دي كلها؟ احنا ان شاء الله بعد الاسبوع الجاي ان شاء الله متوجهين الى شرم الشيخ، حنقضي فيها اسبوع ونرجع للرياض ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لكم رحله سعيده واقامه سعيده في مصر، وتستمتعوا بحفل اليوم، وبشكركم جدا على هذا اللقاء. شكرا لك، تشرفنا فيك في مقابلتك وفي مقابله الشباب الجميله هذولا. وبيسعدنا يكون معانا دينا الملك من المسرح المكشوف. اهلا بيكي معانا يا دينا. اهلا بيكي. قولي لي بقى، الاوبرا بالنسبه لك بتمثل ايه؟ والله بتمثل وقت حلو بقضيه، يعني الواحد في وسط زحمه الشغل ودوشه الحياه بيحب يقضي وقت لطيف كده مع اغاني. خصوصا انا بحب الاغاني العربيه القديمه، الموسيقى العربيه. هل انت حريصه دايما ان انت تحضري في دار الاوبرا المصريه؟ وايه الحفلات اللي بتبقي حريصه عليها؟ الموسيقى العربيه، حفلات العود سواء موسيقى او عزف مع غنى كمان. وكنت بحب قوي عمر خيرت، بس بقى دلوقتي اوفر بادجت بالنسبه لي. ايه اللي تتمني تشوفيه في دار الاوبرا؟ اتمنى يعملوا كتير من الحفلات اللي زي كده. النهارده في سعد العود. بحب اتفرج برضو على الباليه و يعني الاغاني بقى، يعني اغاني عربيه اكتر يعني. طبعا انا بتمنى بس المهرجان اللي هو المهرجان الموسيقى العربيه، يعني يا ريت طول السنه يبقى في حفلات كده. هو عموما طول السنه في حفلات، سواء في المسرح الكبير او الصغير او المسرح المكشوف. وطبعا في مسرح الجمهوريه بيبقى فيه حفلات، مسرح الموسيقى العربيه بيبقى فيه حفلات جميله كل اسبوع. فاحنا نتمنى لك كل الاستمتاع من خلال دار الاوبرا دايما. جدا ميرسي. ومن المسرح المكشوف النهارده بيسعدنا لما نكون معانا استاذه بسمه. استاذه بسمه، اهلا بيكي معانا، منوره دار الاوبرا. اهلا وسهلا، منوره بيكم. بتحبي دار الاوبرا؟ طبعا طبعا اكيد. كل الحفلات بتحضريها ولا مين اللي بتكوني حريصه على الحضور لحفلات؟ والله حاجات كتير، مش نوع معين. اما يعني الحمد لله ان عندنا اوبرا جميله وعندها عروض متنوعه. فيعني بنحضر من اول الاوركسترا والباليه لحد الموسيقى العربيه، لحد حتى الحفلات اللي هي يعني شبابي شويه في على المسرح المكشوف زي المهرجان دلوقتي. قولي لي بقى، ايه رايك في حفلات المسرح المكشوف في السنه دي؟ عاملين يعني توليفه رائعه.
ايوه طبعا. هو اولا قبل التوليفه المسرح المكشوف ليه روح كده لطيفه، ان هو اوبن اير والناس بتبقى فري شويه يعني. وطبعا هم دار الاوبرا دايما بيختاروا يعني العروض فعلا بتبقى مميزه، يعني حتى لو الواحد مثلا اول مره يحضر لفنان معين بس بيبقى مطمن انه مادام في دار الاوبرا فهو مستوى متميز يعني. ايه اللي تتمني تشوفيه في دار الاوبرا وبتسعي دايما ان انت تشوفيه؟ والله يعني اكتر من اللي هم عاملينه مش هعرف اقول لك، بس يعني يعني يزودوا اكتر الحفلات اكتر يعني. المملكة العربية السعودية بيسعدنا يكون معانا خالد اهلا بيك معانا ومنور بلدك التاني مصر. لا منوره بوجودكم، منوره باهلها، الله يطول في عمرك. قول لي بقى ايه اللي خلاك تفكر ان انت تيجي مصر، وهل دي الزيارة الاولى؟ نعم، هي الزياره الاولى وان شاء الله زياره مكرره مكرره كثير جدا. مين اللي شجعك على الزيارة وقال لك ايه عن مصر؟ والله الاهل الصراحه شجعوني، يعني قالوا ان الشخص اذا كان مكتئب وده انه يروح الاكتئاب حقه يروح مصر. فسبحان الله جيت انا بالطياره، نزلت بالطياره، سبحان الله جتني سعاده وشيء يعني شعور جدا جميل بصراحه. يعني الشعور هذا شفته يوم شفت الشعب المصري ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي عندي نقطه مهمه، ما شاء الله الشعب المصري مهتم جدا بالفنون ومهتم جدا في المتاحف والقطع الاثريه والاشياء هذه، ما شاء الله تبارك الرحمن. اتمنى ان الناس تمشي على خطاهم بس. والله بقالك كام يوم في مصر دلوقتي؟ اول يوم. النهارده اول يوم. قول لي بقى ايه الاماكن اللي زرتها في اول يوم؟ زرت الحسين، زرت شو اسمه هو الجامع الفاطمي، مريت عليه اخذت فيه كذا، والمعز، رحت برج القاهره. هذه كلها في يوم واحد ما شاء الله تبارك الله، لكن مكرره يعني ان شاء الله مكرره. ودلوقتي بالدار الاوبرا ايه الاماكن اللي ناوي تزورها تاني في مصر؟ ان شاء الله طبعا اكيد الاهرامات، ابشر قناع توت عنخ امون اكيد تعرفونه كلكم. المتحف الكبير، المتحف الكبير الجديد، وان شاء الله ودي اني ازور العاصمه الاداريه بحول الله وقوته. العاصمه الاداريه اماكن يعني ساحره. الحقيقه مصر كلها دلوقتي هتلاقي فيها اماكن ساحره وجميله. لكن قول لي انطباعك الاول كده، اول ما نزلت الارض مصر وشفت النيل وانت نازل من الطياره كده وشفت مصر والاماكن الجميله في مصر. يقول لك اللي يشرب من النيل ويرجع لها ثاني، هذا اكيد معروفه يعني. لكن انا اول ما نزلت والدوبامين حق السعاده ارتفع عندي، دوبامين السعاده. يعني بدال ما اروح شيء اسعد فيه نفسي، خلاص انا اجي مصر سعاده اوريدي، يعني ما يحتاج. احنا سعداء بوجودك معانا. وقول لي بقى ايه اللي انت شفته في دار الاوبرا النهارده، ورايك في دار الاوبرا والحفلات المقدمه من خلال دار الاوبرا المصريه. ما شاء الله التنظيم جدا رائع، الفنان جدا ممتاز، صوت شجي، صوت جدا جميل. الاخوان ما شاء الله ما قصروا، الفود تراكات الموجوده عندهم كل شيء ممتاز وكل شيء موفر، ما شاء الله تبارك الرحمن. اتمنى لهم كل خير ان شاء الله. احبائنا المشاهدين، وفي نهايه لقائنا بشكركم، اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحفل اليوم، وان شاء الله هنلتقي في الاسبوع المقبل وحفل جديد وبرنامجنا